أيها الآباء، إن من أعظم أبواب الصبر في هذه الحياة، من أعظم أبواب الصبر على الأبناء تربية. وإن بعض الآباء ما استطاع أن ينجح، وها هو مهموم مغموم، قد شابت عينه وشابت لياليه وشابت أيامه بسبب هؤلاء الأبناء الذين إن خرجوا خاف عليهم أن لا يعودوا، وإن عادوا يخشى عليهم أن يخرجوا، حتى صار بعض الآباء نسمع صوته وأنينه يخاف على الأبناء من الفتن التي تصبح وتمسي. ألا والله إن الصبر على الأبناء وتربيتهم من أعظم أبواب الجهاد في هذه الأزمان، هو من أعظم أبواب الصبر. والبعض يعتقد أن الصبر صبر على الآلام وصبر على أقدار الله المؤلمة، يقول: أصبر إن مات ابني، أصبر إن خسرت تجارتي، أصبر على السكر والضغط. أقول: وأعظم من هذا كله أن تصبر على أبنائك المراهقين، وأن تصاحبهم، وأن تحلم عليهم، وأن تتغابى عن أخطائهم، ولست بغبي. لأن بعض الآباء لما شد على أبنائه هرب أبناؤه من يده وانتكسوا، وبعضهم ها هو من أهل الفسوق ومن أهل المخدرات. بعض الآباء لا يجيد من التربية إلا الجلد بالعقال والجلد بالعصا، واقلب وجهك واطلع برا ولا أشوف وجهك، ويبدأ يقبح عليه ويلعنه ويشتمه أو يبخل عليه في العطاء. ونحن في زمن أيها الأحباب ليس في زمن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا الأولين. إذا ضرب الأب ابنه ذهب الابن إلى خاله أو إلى عمه وما تغرب الشمس إلا والولد راجع لأبوه. الآن تضربه ويتلقفه الحبابين والحشاشين والخمارين وأهل الفجور وأهل الغواية وأصحاب الاستراحات الحمراء وأصحاب الكؤوس الحمراء. ولذلك في هذا الزمن أيها الآباء مع الدعاء نحتاج أن نغير وأن نصبر أنفسنا، وأن نغير طرق التربية التي كنا نألفها، لأننا في زمن الجوال وزمن الآيباد وزمن اللابتوب وزمن الآيفون، زمن صار الأبناء لا يربيهم آباؤهم فقط، يربيهم آباؤهم وتربيهم القنوات، ويربيهم ابن الشارع، ويربيه زميله في الفصل، ويربيه زميله اللي يرسل له مقطع، ويربيه الجروب اللي هم مشتركين معهم يرسلون له الصور والمقاطع. ولذلك سرق بعض أبناء المسلمين وهو بين ظهراني أهله، سرقوا وهم والله تحت البطانيات في بيوتهم وخلف الأبواب في بيوتهم. ولذلك أيها الأب، يا من أنت مكشر مقطب الجبين في وجه ابنك، أطلق وجهك الله يجعلك في الجنة، وخفف من هذه الحدة، واترك عنك الغضب، واترك عنك الصراخ العالي. ما نفع. هل نفع الضرب؟ لا والله ما ينفع. يقولون الله يجعل الشيبان الأولين في الجنة يضربوننا ونقبل أيديهم، هذا أنت وابوك جعلكم في الجنة. الجيل المعاصر يحتاج حزم، ويحتاج مع الحزم رحمة، ويحتاج مع الرحمة لين. يحتاج الابن أن يصادقه والده. ولذلك بعض الآباء لما لم يصادقوا أبناءهم وصار أبناؤهم يخافون منهم، صاروا يتلصصون ويتصددون ويتوزون ويختفون وراء البيبان. بعض أبنائنا يدخل فيما شاء في أي وقت شاء، والله النبوه ما يدري عنه، والله ما تدري وش في جواله، ولا تدري ماذا يدور مع أصحابه، ولا تدري وش في اللابتوب من مواقع. أنا وانت جيل أبو كشاف، جوال أبو كشاف، ويسدنا ويخب علينا. لكن بقي جيلهم هم جيل تقني، جيل به الخوف من كل طريق، لصوص الأعراض ولصوص الأخلاق على طرقاتهم.
نحتاج إلى أن تتبسط معه ونبوك وتثني عليه وتعلن الخوف عليه وتصاحبه للمسجد وتكرمه وتعطيه ويصاحبك أو تصاحبه. نعم، بعض الآباء إذا جاء للبيت وأتاه التقرير من الأم فلان سوى وفلان سوى، رفع راسه يتلمس عقاله، ثم جلد من أراد أن يجلده، وهجر من أراد أن يهجره، وبصق في وجه من أراد أن يبصق عليه، وركل من أراد يركله. ثم وضع الطعام ويتجرعونه ولا يكادون يسيغونه، ثم بعد ذلك يقول عيالي ما يحبوني، عيالي ما يضحكون عندي، عيالي عندهم أسرار ولا أعرف عنها. أنت تحتاج إلى أن تتغير، هم يحتاجون أن يبروك ويجب أن يبروك، لكن أيها الأب أنا وأنت آباء وعيالنا مراهقين، نحتاج إلى أن نلين معهم. وهذه الأزمان من لم يلن مع أبنائه فعل أبناؤه ما يشاءون رضي أم لم يرضى. أكبر مؤثر وأكبر مغير وأكبر مقوم للأبناء هذه الأزمان أن يجد أبا مبتسما يداعبه يلاعبه يشاركه. حبيبنا عليه الصلاة والسلام داعب أبناءه وهم أبناء بناته، والحبيب صلى الله عليه وسلم كان يرحب بابنته وابنته متزوجة، مرحبا بابنتي، ويقوم لها. كان بأبي هو وأمي رحمة، وكان إذا دخل البيت اسفهل أهل البيت وانشرح صدورهم وانطلقت وجوههم، لأنه رحمة، لا يعاتب إلا بحد يسير. وبعضنا له 20 سنة السكر اللي هو فيه سببها أبنائه، والضغط اللي فيه سببه متابعة أبنائه، ولا زال أبنائه داجين أمهم بحوله. ما نفع صراخه وما نفع صياحه وما نفع ضربه، وخرب عقاله من وراء من كثر ما يدبغ فيهم، والله ما تغيروا، بل تجدهم يتلصصون ويتصيدون ويتحينون، جابوي ما جابوي، ويخالفونه إذا خرج ويمثلون عليه دور البار. أيها الآباء، إن لم نتغير نحن نخشى أن نخسر أبناءنا. نعم، ادعوا لهم، بعضنا يدعي عليه بالجدري والطاعون والمصايب ويشتمه ويلعنه ويسميه ثور ويسميه حمار أكرمكم الله، ثم يقول خلك رجال. ما في ثور يصير رجال، ولا يمكن يكون لينا في يدك وأنت ما أكرمته. أين الدعاء الجميل؟ أين الابتسامة العذبة؟ أين الإنظار؟ أين التغابي؟ نعم، أن دارين وش هم مسوين، لكن نسوي أنفسنا متغابين، ولسنا أغبياء متعامين، ولسنا عميان. أقول ذلك أيها الأحباب لأن طلاب المدارس الثانوية في إحصاءات كتبت أنت راضي على أسلوب والدك معك، النتيجة أكثر من 80%. لا، تحب أبوك حبه، راضي على أسلوبه لا. لماذا؟ أبوي ما عمره ابتسم، أبوي إذا بغيت منه الريال كنا نقلع منه ضرس، يا الله يطلع، وفي النهاية ما أخذين الريال منه ولا من أمي، ما أخذه، لكنه ما يعطينيه بسهولة، يعطينيه بأن ألح عليه وأنكسر وأحاول وصيح، وتبدأ الحرب العالمية الثالثة في البيت. أيها الآباء، أبناؤنا فيهم خير، أبناؤنا فيهم فطرة، أبناؤنا والله إلى الخير قريبين، بس نحتاج نبني جسر بيننا وبينهم، ومودة